ممن كان يخاف هذا الجنرال، لأنه أن تغامر أنت وتهرب في زورق سريع مخاطرة كبيرة. دلالات هذا الهروب أيضا رغم الحراسة التي كانت مشددة عليه، لأنه كان في حالة إقامة جبرية لكنه تمكن من الهرب. من الذي ساعده في الهروب أيضا؟ هذا سؤال مهم. ما حقيقة وجود صراع على السلطة والنفوذ في البلاد بين عدد من الجنرالات في الجزائر؟ ونحن أحرار نتكلم كما نريد ونقول ما نريد في الجزائر. الله يزيدكم حرية والله. تفضلي. يبارك فيك، والعقوبة ليك وليكم. بالعكس هو يعكس أن هناك صراع مشدد بين الجنرالات، وأن البيت قد ينهار على الجميع لا قدر الله. يا صالح الشعب الجزائري موش غبي. أنا كلمة الأخيرة نهضرها خوتي وخواتاتي في الجزائر، ما تنسوش الموعد. السلام عليكم. شكرا لك فريد. للجزائر وحادثة هروب جنرال مهم، جنرال كبير، وهو الجنرال المعروف بلقب ناصر الجن. الجزائريون بالتأكيد يعرفونه، وإن كان بعض الجنرالات في الجزائر دائما تبقى حولهم هالة من الضبابية ومن الغموض لأسباب ما. هرب هذا الجنرال فجأة إلى إسبانيا. الجانب الرسمي الجزائري مكتم على الموضوع، لا ندري لماذا، لكن إسبانيا وسائل الإعلام الإسبانية تحدثت عن هذا الهروب وكشفت حتى طريقة الهروب، وأعطى الرجل تصريحات عقب وصوله إلى إسبانيا. لماذا يهرب جنرال بهذا الحجم؟ كيف هرب؟ ما هي الأسباب التي دفعته للهروب؟ وما قصة وجود صراع بين الجنرالات على النفوذ والسلطة في الجزائر كما تقول بعض المصادر؟ قالت صحيفة إسبانية إن الجنرال الجزائري عبد القادر حداد، هذا اسمه الحقيقي عبد القادر حداد، لكنه معروف باسم ناصر الجن. تقول هذه الصحيفة فر من الجزائر ووصل إلى الساحل الشرقي لإسبانيا، بينما يسود تكتم كما قلنا رسمي وإعلامي في الجزائر على هذا الأمر. وقالت صحيفة الكونفيدنشال الإسبانية إن الجنرال عبد القادر حداد، والمعروف كما قلنا بناصر الجن، نجح في التحايل على مراقبة حراسه وفر من الجزائر ووصل إلى الساحل الإسباني، فيما يسلط هروبه الضوء على حسابات الثأر والخصومات بين قادة الجيش الجزائري بحسب الصحيفة بالطبع. وقالت الصحيفة في تغطية حصرية لها إن الجنرال الجزائري فر على متن زورق سريع فجرا بين مساء 18 و19 من سبتمبر الجاري، أي من أيام قليلة طبعا، ووصل السواحل الإسبانية مثل أي مهاجر جزائري بعد أن تمت الإطاحة به. ويعد حداد ناصر الجن أحد أقوى القادة العسكريين في الجزائر، الرجل ليس بسيط. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن وجهة حداد كانت ساحل أليكانتي كوستا ديل سول، وفقا لما أكده مغتربون جزائريون ومصادر شرطية في المقاطعة. تحدث بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن عملية هروب هذا الجنرال الجزائري، ولقيت تفاعلا واسعا الحقيقة. لم تعقب السلطات الجزائرية على هروب الجنرال حداد، لكن نشطاء ومؤثرين جزائريين بالخارج يتداولون منذ أيام مسألة هروب الجنرال ناصر الجن، كما ذكر بعضهم أنه اعتقل أثناء محاولته الهروب، فيما تم رصد تحركات واسعة لقوات الأمن حول العاصمة الجزائر وفي مناطق عدة شمال البلاد وفق مصادر صحفية. طبعا قصة الاعتقال هذه ذكرها نشطاء، لكن المصادر الإسبانية أكدت وصوله إلى إسبانيا. كانت صحيفة لوموند الفرنسية قد نشرت يوم السبت الماضي أن الجزائر العاصمة وضواحيها شهدت يومي 18 و19 من سبتمبر انتشارا أمنيا واسعا، قالت إنه غير مسبوق منذ العشرية السوداء في التسعينات. ركز معي، الانتشار يعكس حجم هذا الرجل طبعا. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن السلطات أقامت حواجز للشرطة والجيش وأغلقت الطرقات، كما تم تفتيش السيارات والمركبات من قبل عناصر بزي مدني، ما تسبب في اختناقات مرورية استمرت لساعات، فيما قامت مروحيات بطلعات عدة ما أثار الكثير من الشكوك. طبعا كل هذا التفتيش والطلعات تعكس بأن الرجل نجح في الهروب ولم يعتقل كما قال بعض النشطاء. ترأس الجنرال حداد المديرية العامة للأمن الداخلي، هذا اللي أمامكم الآن، لمدة عام، وهي إحدى أقوى أجهزة الاستخبارات الجزائرية، لكن قبل 4 أشهر تمت إقالته من منصبه لأسباب غير محددة. أرسل إلى سجنين عسكريين، الأول في مدينة البليدة ثم في بشار جنوب غرب البلاد، قبل أن يخضع للإقامة الجبرية في فيلا في حي ديلي إبراهيم الراقي في الجزائر العاصمة. إذن في آخر فترة هو كان تحت الإقامة الجبرية، وكان من المقرر أن يحاكم قريبا في ظل عدم معرفة التهم الموجهة إليه. وعلى الرغم من المراقبة التي كان يخضع لها من قبل الشرطة العسكرية، تمكن الجنرال حداد من الفرار بحسب الصحيفة الإسبانية التي ذكرت أنه وعند وصوله إلى أليكانتي قال إنه اتخذ هذا القرار لأنه علم أنه سيقتل. هذا الكلام هو كلام الجنرال حداد وفق الصحيفة طبعا. علم أنه سيقتل قبل أن يمثل أمام القاضي،
وأضاف حداد أن وفاته كانت ستعرض على أنها انتحار. لا ندري من أين جاء بهذه المعلومة حداد على كل حال، لكن الرجل عنده علاقات وربما أحدهم سرب إليه ذلك. وقالت الصحيفة الإسبانية إن عبد القادر حداد يعرف إسبانيا جيدا حيث يمتلك عقارات فيها، وكان قد فر إلى أليكانتي في نهاية العقد الماضي هربا من عمليات التطهير التي قام بها رئيس أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح الذي أمامكم الآن. أحمد قايد صالح هذا توفي في 23 من ديسمبر 2019، حينها قيل بأن الوفاة عادية، لكن بعض المصادر تقول بأنه اغتيل والله أعلم، بعد أن أطاح بالجنرال محمد مدين في عام 2015 وقام بتفكيك دائرة الاستعلام والأمن النافذة حينها. طيب، من هو الجنرال حداد وما وزنه في الجزائر؟ هذا سؤال مهم الحقيقة. لماذا هرب؟ هذا سؤال أيضا لا يقل أهمية. كيف هرب؟ إذا كان ضيفنا يمتلك بعض التفاصيل ربما يفيدنا بها، بالإضافة إلى ما ذكرته الصحف الإسبانية. ممن كان يخاف هذا الجنرال، لأنه أن تغامر أنت وتهرب في زورق سريع مخاطرة كبيرة. دلالات هذا الهروب أيضا رغم الحراسة التي كانت مشددة عليه، لأنه كان في حالة إقامة جبرية لكنه تمكن من الهرب. من الذي ساعده في الهروب أيضا؟ هذا سؤال مهم. ما حقيقة وجود صراع على السلطة والنفوذ في البلاد بين عدد من الجنرالات في الجزائر؟ نرحب بضيف هذا الملف الأستاذ محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، ينضم إلينا من لندن. سيد العربي زيتوت، مساء الخير. نبدأ بلمحة تعريفية عن هذا الجنرال. من يكون الجنرال ناصر الجن؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. ناصر الجن اسمه الحقيقي عبد القادر حداد، في بداية الستينات من العمر، وقد كان أحد ضباط الحرب القاهرة. شارك فيها بأبشع صورها وأفظع صورها حسب شهادات لزملاء كانوا معه. كان يقتل بلا حدود، كان يعذب بلا حدود، كان يغتصب بلا حدود، كان يرتكب المجازر بلا حدود. هذا في العشرية السوداء. في العشرية السوداء هو ومن معه. وظل كذلك. وفي تلك الفترة في نفس الوقت كانوا يجمعون أموالا باهظة أو أموالا طائلة، كانوا يجمعونها من كل العمليات هذه. هو شخصيا في شهادة لزميل له يقول أنه كان يقتل بالرأس، يعني من يقتله في السجن يأخذ عليه مبلغ معين، ومن يقتله خارج السجن يأخذ مبلغ أعلى. وإلى أن جاءت صراع كبير جدا تفجر بعد واقعة تورين في 2013. كنا تحدثنا هنا أكثر من مرة ربما معك عليها في وقتها. وبدأ تفكيك المخابرات اللي يقودها الجنرال محمد مدين الشهير بالتوفيق، وانتهى التفكيك في 2015. هو وآلاف آخرين من أعضاء المخابرات سواء كانوا صف ضباط أو ضباط تم تسريحهم، وكان هو من بين الذين فروا إلى إسبانيا طبعا بأموال طائلة تعد بملايين الدولارات. فر هربا طبعا من قائد الجيش الراحل الجنرال قايد صالح. هذه في البداية كان إذا شئنا كان ذهاب إلى إسبانيا، لكن الفرار كان في 2019. لكن ما بين 2015 و2019 بالأموال التي كان تحصل عليها نهبها وأخذها يعني بحق أو بغير حق. اشترى عقارات واشترى وأنشأ شركات وإلى آخره بشراكة مع ضباط آخرين. وفي 2019 كان يتردد على الجزائر بين الجزائر وإسبانيا. يعني في هذه عندما رحل إلى إسبانيا تزوج مرة ثانية يقال من امرأة مغربية، وكان يتردد على الجزائر الإسبانية. لكن في 2019 مع تفجر الحراك وبداية القايد صالح في اعتقال كبار الضباط فر هو من بين الذين فروا. كان يومها يحمل رتبة عقيد، وظل هناك إلى ما بعد اغتيال القايد صالح. القايد صالح قالوا أنه مات في 23 ديسمبر 2019، لكن احنا لدينا كثير من المؤشرات تقول أنه قتل في الحقيقة، كان اغتيالا. وعاد ضمن العائدين، وضمن العائدين لم يعد بشكل طبيعي، إنما أعطي يعني أخطر مركز للتعذيب يسمى مركز عنتر، الجزائريين يطلقوا عليه مركز عبلة، وهو مركز رهيب للتعذيب في قلب العاصمة الجزائرية، في قلب الحي الراقي. تولاه ناصر حداد. هذا هو ناصر حداد، نعم، ناصر الجن أو عبد القادر حداد. ظل في هذا المنصب تقريبا منذ نهاية 2021 إلى بداية 2024. في نهاية 2023 تفجر صراع كبير جدا مرة أخرى، والجزائر للأسف يعني حكامها هي عبارة عن صراعات متتالية بين أجنحة، بعضها ينتصر بعضها يهزم بعضها يسجن إلى آخره. تفجر صراع كبير، ومن هذا الصراع فقد مدير المخابرات الداخلية أو المدير العام للمخابرات الداخلية ويسمى جمال كحال مجذوب، أصيب بصدمة دماغية. كان هذا في بداية جونفي، في بداية الشهر الأول من 2024. أطيح بقائد البوليس، أطيح بمسؤولين آخرين، سجنوا، وأصبح ناصر الجن عمليا هو قائد المخابرات الداخلية، إلا أنه في جوان تم تعيينه رسميا. وظهر تبون في صلاة العيد في شهر مارس أو أبريل يقول له سي ناصر وجد روحك. وهذا الفيديو موجود طبعا. نعم، الفيديو موجود. والرسالة كانت هي تخويف شعب، لأن ناصر الجن في المخيلة الشعبية وحتى عند العسكر، حتى عند كثير من الضباط، هو رمز للبشاعة،
هو رمز للفظاعة، هو رمز للتعذيب. فكان التخويف للشعب، خاصة أن قضية الحراك ما زالت موجودة لدى الناس. لكن واستمر في هذا المنصب إلى غاية ماي 2025، يعني إلى غاية 5 أشهر مضت، 4 أشهر مضت. نعم. أطيح به، اعتقل بدون سبب؟ هناك طبعا لم يقولوا ما السبب، هم عندما يطيحون بأي كان لم يقولوا السبب، لكن هو كان خامس جنرال يطاح به في ظرف أقل من سنة. ولكن اسمح لي، هذه نقطة تحتاج توضيح سيد العربي زيتوت، يعني هو شخصية قوية، كيف يطاح به؟ أنا جايك. هو خامس جنرال أطيح به في ظرف أقل من 8 أشهر. في سبتمبر 24 أطيح بالجنرال جبار مهنا قائد المخابرات الخارجية. في نوفمبر 2024 أطيح بالرأس الثاني في الجيش قائد القوات البرية الثمنية. في جونفي 2025 أطيح بالفريق الأول قائد الحرس الجمهوري وقائد الأمن الرئاسي. في أفريل 2025 أطيح بقائد الدرك علي يحيى الحاج. في ماي 25 أطيح به. عملية صراع متواصل ما بين طبعا هنا الشخص الرأس هنا هو شنقريحة هو الذي يطيح، لكن شنقريحة ليس وحده، شنقريحة معه آخرين. هو قيل عدة أسباب. واحد من الأسباب أنه اكتشف فضائح كبرى على جناح شنقريحة وعلى جناح تبون، وكانت لديه هذه المعلومات، وأصبح يشكل خطر عندما بدأ يبعث بها إلى بعض الناس في الخارج، خاصة واحد الشخص موجود في الخارج وهو مرتبط به، كان يرسل له بعض المعلومات، وهذا الشخص يقوم بالابتزاز، يقوم بنشرها، يقوم بإظهارها، وهذا أعطى الانطباع لتبون ولشنقريحة من أن هذه المعلومات تخرج من عند ناصر الجن شخصيا أو من مكتبه. هناك أسباب أخرى ذكرت، وهي أنه قام بتهريب واحد من الصحفيين، صحفي اشتغل لصالح المخابرات لفترة طويلة جدا، ولكن لما انقلبت الأحداث منع من السفر، فهو قام بتهريبه. هذا أيضا سبب، وهذا سبب وضع المهم أطيح به ووضع في سجنين ثم تحت الإقامة الجبرية. وضع في البداية في سجن البوليدة، وكان يتم التحقيق معه من أكثر من جهة. هناك جهة تابعة لشنقريحة لمكتب شنقريحة شخصيا، إضافة إلى المخابرات العسكرية، والمخابرات العسكرية تختلف عن المخابرات الداخلية والخارجية. وفيما بعد أرسل لفترة في بشار، ثم أعيد للعاصمة، وفي السجنين سواء في بشار أو في البوليدة تعرض لتعذيب وتعذيب كبير. وهذا ربما ما أخاف الرجل، هذا ما أخافه. هذا ما أخافه، خافوا أنه يموت تحت التعذيب، لأن هناك جنرالات، لدينا على الأقل أسماء 3 من كبار الجنرالات ماتوا تحت التعذيب، فوضعوه في إقامة جبرية تحت حراسة مشددة جدا في العاصمة. وهو في هذه اللحظات بدأ يفكر في الهروب، ربما حتى قبل من هذه اللحظات، لأنه يعرف أن نهايته، هذا ما قاله للسلطات الإسلامية. نعم، المثير سيد العربي زيتوت، حتى فقط نسرع الخطى، المثير نعم. أنه الإقامة الجبرية طبعا في دولة مثل الجزائر تخضع لدور كبير، حتى لا نقول سلطة لكبار ضباط الجيش والجنرالات. هذه الحراسة مشددة، كيف تمكن من النفاذ من هذه الحراسة وترتيب زورق للهروب؟ من ساعده في ذلك؟ كل هذه أسئلة مطروحة. طريقة الهروب سأعود لها. هناك روايتين بالمناسبة لطريقة الهروب، هناك طريقة الزورق وفكرة الهليكوبتر الأمريكية. الآن بالنسبة لهذا الشخص عنده على الأقل 40 سنة داخل جهاز المخابرات، تدرج من رتبة ملازم إلى أن أصبح جنرالا، يعرف العاصمة بتفاصيلها، يعرف ضواحي العاصمة، ارتكب هناك جرائم فظيعة في التسعينات هو وغيره، فيعرف البلاد، يعرفها جيدا. إضافة إلى أنه العلبة السوداء، المخابرات الداخلية هي العلبة السوداء في البلاد، هي أهم وأخطر جهاز في البلاد، وبالتالي يعرف كل شيء. كان عندما يذكر اسمه كبار جنرالات يرتعشون من ذكر اسمه، لأنه تسميته وكلمة حتى ناصر الجن أرادوا منها التفخيم، وإن كان هي عندها قصة أخرى يعني. بالتأكيد هناك من ساعده على الفرار، وبالتأكيد هو أيضا يعرف أشياء كثيرة. الآن قضية الهروب، هناك رواية الزورق، وهذا اللي ذكر في صحيفة كونفيدنشال، لكن صحيفة أخرى أو موقع آخر إسباني يسمى ذا أوبجيكتيف قال بأن طائرة هليكوبتر أمريكية انطلقت من قاعدة روتا، وقاعدة روتا هذه موجودة على الأراضي الإسبانية وتبعد 200 كيلومتر على وهران مثلا، على الحدود الجزائرية وأقل. وقالوا بأن هذه الطائرة شوهدت تحوم حول الشواطئ الجزائرية في نفس الوقت اللي كان ناصر الجن أو عبد القادر حداد في رحلة الهرم. هل احتمال هذا ممكن؟ ممكن، وإن كان الأمريكان كذبوا هذا الخبر. الأمريكان الحقيقة لأنه علاقتهم يعني تطورت مؤخرا بالنظام الجزائري، ويريدون أن يحلوا محل ربما النفوذ الفرنسي، فهل تعتقد أنه ربما تطورت أمريكا في مثل هذه العملية؟ في مقولة للجنرال الباكستاني رحمه الله اللي مات في طائرة هليكوبتر، نعم. نعم، قال بأن القرب من الأمريكان أسوأ من البعد منهم، وأنك عندما تقترب منهم ما معناه
انك تمتلئ بالفحم وتمتلئ بالدخان وتمتلئ بالكوارث يعني. لا شوف، الامريكان ما عندوش صديق، خاصه مع هذه الدول الصغيره. يلعبون على كل الحبال، لا يريدون ان يفقدوا احد. لا بالضبط، انت رايت ما حدث في الدوحه يعني. الدوحه الامير ومن معه مصدومين وقالوا انها عمليه غدر، لان وضعين قاعدتين هم الاهم في الشرق الاوسط، ومع ذلك قصفتهم اسرائيل. امريكا ما عندهاش صديق، ولو كانت فرنسا ولو كانت بريطانيا، خاصه في زمن ترامب يعني. وبالتالي احتمال تورطه ممكن. ناصر الجن هذا هو علبه سوداء، هي العلبه السوداء الاولى في البلاد. طيب تاثير هذا الهروب، لانه العلبه السوداء، تاثير هروبه على صانع القرار وعلى الضباط المتبقين في الجزائر وعلى السلطه في الجزائر، لانه هذا الرجل سيكشف الكثير من الاشياء الان بعد هروبه. زلزال، عندما هرب كان هناك زلزال، وعندما تاكدت الاخبار انه في اسبانيا اصبح الزلزال مع تسونامي بكل ما تعني الكلمه. لان هذا الشخص اذا اخرج ربع المعلومات، ولا اقول كل المعلومات، او حتى عشر المعلومات، يسقط نظام. يعرف اشياء فظيعه جدا، بالذات على العشريه السوداء. يعني يعرف من يقام بالتعذيب، من قتل من، الجنرالات الذين قتلوا، الوزراء الذين قتلوا، الائمه الذين قتلوا، القضاة الذين قتلوا، المجازر من قام بها. يعرف كل شيء، سواء من معرفه عمليه عندما كان في التسعينات، او عندما اصبح رئيس لمركز عنتر ثم رئيس للمخابرات. عندما تكون رئيس المخابرات فكل الارشيف لديك، كل المعلومات لديك، تستطيع ان تطلع على كل شيء. وانا اعرف انهم في السنوات الاخيره قاموا بترقيم كل المعلومات وكل الارشيف. فالحقيقه انه لو يخرج 10% فقط مما يعرف، تنهار المافيا العسكريه التي تتحكم في البلاد. طيب الآن يعني من بقي من الجنرالات بالتأكيد أيضا يتحسسون رقابهم ورؤوسهم، لأن الرجل هذا خرج بالتأكيد خوفا منهم وسيكشف الكثير من الأشياء. يعني أختم معك لأن الحوار الحقيقة يطول حول هذا الملف وهذه الحادثة. كيف سيتعامل الآن باقي الجنرالات في الجزائر، والحال أن الصراع كما قلت على أشده حول النفوذ، حول السلطة، حول المغانم، حول أشياء كثيرة، وبعض التقارير تقول أنه حتى بعضهم ربما متورط في بعض التجارة الحرام والغير قانونية. باختصار شديد لو تكرمت. شوف، هناك رعب حقيقي. عندنا صورتين، صورة أظهرها شنقريحة أول أمس عندما ذهب إلى الحدود التونسية وقال أنهم قضوا على 6 إرهابيين، ونحن نعرف أن كثير من الذين يقال عنهم أنهم إرهابيين هم قرويين أو هم رعاة يتم قتلهم سواء داخل التراب التونسي أو داخل التراب الجزائري، وينسب في تونس أو في الجزائر على أنهم إرهابيين، وأنت تعرف هذا الموضوع جيدا، والتوانسة يعرفوه، كثير من التوانسة يعرفوه جيدا. فخرجونا أسطوانة الإرهاب، واليوم خرج تبون يقول عنده لقاء صحفي ويتحدث على تغيير الحكومة وإلى آخره. هناك حالة فزع يريدون تغطيتها بحضور إعلامي. شنقريحة لم يذكر له تقريبا إلا مرة أو مرتين أنه ظهر وتحدث وهو في الإعلام، يعني بشكل مش مجهز، بمعنى أنه وهو ذاهب يزور عملية قيل أنها إرهابية. حالة رعب حقيقة تسود البلاد، وداخل الحكم، نظام الحكم أساسا، سواء كانوا جنرالات أو وزراء أو كبار قضاة أو ولاة، لأنهم يعرفون أن هروب ناصر الجن قد تكون له تداعيات، خاصة إذا الإسبان سمحوا له أن يتحدث. لكن احتمال كبير أن الإسبان والأمريكان والفرنسيين وهؤلاء الأطراف الثلاثة مهتمين جدا بالشأن الجزائري، سيأخذون ما يريدون ويضغطون على البلاد ويضغطون على عصابات الحكم لمزيد من المنافع والمصالح، وليس لكشف الحقائق. مقابل تسليم نقطة إضافية فقط باختصار شديد، برأيك هل يمكن أن تتم صفقة لإعادته إلى الجزائر باختصار؟ مستبعد جدا، مستبعد جدا، خاصة أن ربما يحمل الجنسية الإسبانية، وعلى الأقل يحمل الإقامة الدائمة، ثم أن إسبانيا اليوم تعرف أن إعادته ليس مفيدا لها، بل بالعكس. ولا أعتقد لا أمريكا ولا فرنسا ستسمح لإسبانيا بإعادته، لأنهم يريدون أن يأخذوا من عنده كل شيء ويضغطون بهذه الأشياء على المافيا التي ذبحت الشعب الجزائري وأهلكت المنطقة ككل. نفتح الباب للتعليقات ونعطي الأولوية كما قلت للمشارك الجزائري، كان في داخل الوطن أو في خارجه، على اعتبار بأنه أدرى بكل هذه الأحداث وربما حتى الصراعات الداخلية. فريد من فرنسا. السلام عليكم صالح. وعليك السلام. ماذا تمتلك من معلومات حول هذا الرجل؟ والله شوف يا صالح، هو خبر يعني خبر مفرح بالنسبة لنا احنا على أساس أن الشعب جزائري. كيف مفرح يعني؟ بالعكس هو يعكس أن هناك صراع مشدد بين الجنرالات، وأن البيت قد ينهار على الجميع لا قدر الله. يا صالح الشعب الجزائري موش غبي، نهضروا صراحة والله منا أغبياء. عشنا العشرية السوداء وفاهمين الموضوع مليح مليح مليح. المهم انا هي للاسف انه الشيخ الاستاذ عربي زيطوط ما كملش الهضره تاعو، يحكيك على الدرونات اللي دخلوا الجزائر، يحكيك على الحوايج بزاف صالح راهو صاريين، لانه غزه غطات كلش، ربي ينصرهم ان شاء الله. انا كلمه الاخيره نهضرها خوتي وخواتاتي في الجزائر، ما تنساوش الموعد. السلام عليكم. شكرا لك فريد. فتيحه من الجزائر.
فتيحة مساء الخير. نعم تفضلي فتيحة. السلام عليكم. وعليك السلام. أنا فتيحة من الجزائر، وبغيت غير نوضح واحد النقطة. تفضلي. أنا نقول على حساب رأيي، هادو كاع الهضرة اللي يهضروها الجزائريين ولا هادو أشياء في داخل السلطة، في أعماق السلطة. أنا ما نظنش باللي إنسان مواطن بسيط ينجم يقول فلان تبون قال شنقريحة وشنقريحة قال. هادو أشياء أنا نظن عميقة جدا، لازم ناخذوها بتحفظ كبير باش ما نظلمش الناس. زي زعطوط يتكلم من أي المصادر تاعه، مين جابهم؟ يخص الإنسان يكون. سيدة فتيحة أولا هو السيد نعم. محمد العربي زيتوت، يعني يا ريت تذكري الاسم بشكل دقيق. ثم هو لا يأتي بشيء من عنده. الآن المسألة تحدثت فيها وسائل إعلام إسبانية كثيرة، وهناك أيضا مصادر فرنسية، والآن الحديث على أكثر من لسان. فبالتالي السيد العربي زيتوت لم يأتي بشيء من عنده. إذا أنت آخر من يطالع وآخر من يتابع، هذه مشكلتك. اسمح لي أخي، أنا تاني سمحت كيما سمع الأخ محمد، أنا سمحت كيفه. عفوا أخ صالح، أنا سمحت كيما سمع هذاك وماني شاكة في كلامه، لكن من تكون قضية كما لازمنا نسمعوا الرأيين الاثنين. وين الرأيين؟ يعني إذا السلطة في الجزائر تتكتم وفق المصادر الفرنسية، يوم 18 و19 من سبتمبر الجاري كان هناك اختناقات، وكان هناك تفتيش أمني، وكان هناك طائرات هليكوبتر تحوم في الأجواء. يعني كل هذا برأيك لا شيء؟ لا ماشي لا شيء، ماشي لا شيء أبدا ماشي لا شيء أبدا، لكن لم نعرف الحقيقة بالضبط. شكرا لك فتيحة من الجزائر. على كل حال أنا أذكرك سيدة فتيحة أن الإعلام الإسباني وكذلك الإعلام الغربي لا مصلحة له في المزايدات. مثل هكذا حدث، الإعلام لا يكذب، لا يعني ليس في حاجة للكذب حتى نعرف. يعني تتصوري الآن الرئيس الجزائري سيخطب في الجمهور الجزائري ويقول والله عندنا جنرال وهو كان رئيس الاستخبارات وهرب والله غالب، يعني والله احنا كنا نحرسه ولكنه تمكن من الهرب، الله غالب. يعني تتصوري الرئيس تبون يقول هذا الكلام؟ هذه أنظمة عربية لا تكشف فضائحها، خذيها مني. لكن الإعلام الغربي كان يعني ينتظر اللحظة وكشف كل القضية وفي وقتها أيضا. طيب معنا يمينة، مساء الخير. مساء النور. أهلا بك. أهلا بك أيضا. أنا ألاحظ اليوم مشاركة الجزائريين قليلة، لا أدري إما أنه غير مهتمين بهذا الهروب لجنرال بهذا الحجم، أو أن الاتصالات قطعت، لا أدري. على كل حال أنا أحسن الظن. لا لم الاتصالات لم تقطع بتاتا. جميل. ونحن أحرار نتكلم كما نريد ونقول ما نريد في الجزائر. الله يزيدكم حرية والله. تفضلي. يبارك فيك والعقوبة ليك وليكم. أنا حبيت نقول ما فهمتش حاجة، شنو دخلك أنت في الشيء هذا الكل؟ وعلاش تحب تعمل لازيزاني في البلدان خاصة في الجزائر؟ وأنا لاحظت أنك أنت دائما وأبدا تتكلم كان على الجزائر في الأشياء اللي ما تخصكش. هذا شيء داخلي ويخصنا احنا. طيب مش كنت تتحدثي على الحرية الآن؟ ألم تكوني الآن تتحدثين على الحرية؟ ما يهمناش، احنا توا الشيء اللي يهمنا هي بلادنا وتطور بلادنا ونمو بلادنا. اما كما قالت هذيك السيده زعطوط يقعد يزعطط وحده في الانجليز ويتكلم وحده ويقول ايش يحب وحده. احنا ما نامنوهش، ما نامنوش الخونه. طيب انت ما شاء الله عليك وطنيه اكثر منا جميعا. رأيي والسلام عليكم، وربي يهديك ويهدينا ويهدي الجميع. طيب لماذا لا تريدين الحوار؟ لماذا تهربين من الحوار سيده يمينه؟ طبعا لانه امثالك اعجز من ان يحاوروا. أنا أعتذر طبعا لضيفنا السيد العربي زيتوت، وأعتذر من هذا المستوى من المشاركات، لكن لو كنت قادرة أنك تدافع على موقفك وتتحدثين كما تقولين بحرية كان حاورتي ووصلت الحوار عزيزتي. أشكرك يمينة من الجزائر. حسين من فرنسا. مساء الخير. أهلا بك. أنا ما نهربش من الحوار، أنا أتحاور معك سي صالح. تفضل. واش خلط الصحافة الإسبانية ولا صحافة؟ قالت باللي وجدار هربوا في اسبانيا، ما قالش هاو كاين معارك كبيره في الجزائر بين جنرالات. وانت والله يا اخي يا سي صالح والله تضيع فرصه
باه تنتقد الجزائر. خاطروا الارهابيين قلت هادو رعاة، هادو كذا ماهمش ارهابيين. تقول مثلا في كل حاجه الجزائر هذا جنرال ولا جنرال اللي نحوه فرنسا عندها درك ما عرف 6 شهور ولا 7 شهور كش ما هضروا عليه الرئيس. طب اعطيني جمله مفيده يا حسن او حسين. من يكون هذا الجنرال ولماذا هرب برايك؟ لماذا هرب؟ شوف كيما هرب زمتوت من الجزائر، دار كان مجرم في الجزائر وهرب درك وانت تعرضوا انت سمعت انت شوف الجزائر انت ديما تاخذ الجزائر، انت عندك مشكل بين لا تريد ان تجيب على السؤال، لا تريد ان تجيب على السؤال. لماذا هرب الجنرال حداد وكيف هرب وهو تحت الإقامة الجبرية وحراسة مشددة؟ هو هرب انا نظن باللي هاو قال لك السيد باللي راه زيتوت قال لك باللي كاينين اللي يساعدوه باش صرت الان تستعين بتصريحات السيد العربي زيتوت. اعطيني انت رايك اذا انت عندك معلومه. انا اقول لك كاين الخبثاء بزاف اللي عانوه معاه في الجزائر كاينين، هذه ما فيها حتى مشكل. انا واحد ما نهربش من الحق. ماذا يمكن ان يكشف هذا الجنرال وهو يعني لديه سلطه وكان متورط في عمليات قتل في العشرية السوداء كما قيل ويملك أسرار خطيرة ربما؟ ماذا يمكن أن يكشف هناك في إسبانيا؟ واش يكشف ديجا على نفسه؟ الشيء اللي عملوه في الجزائر يكشف على نفسه، وتقول مثلا الحكومات فرنسا وامريكا وذوك يضغطوا وحتى دولة ما تضغط على الجزائر. انت يا اخي تقول باللي الجزائر محاصرة، الجزائر بقات وحدها، الجزائر والله تبقى شوف. على كل حال هذا ملف عزيزي تفرضه الوقائع ولسنا هنا لنسيء للجزائر. هذا هروب جنرال بهذا الحجم علينا أن نتناوله. إذا أنت لا تمتلك يعني أريحية في التعاطي مع هكذا ملفات هذه مشكلتك. شكرا لك حسن من فرنسا. تعيش في فرنسا وتعرف أن الإعلام الفرنسي يتناول ملفات أخطر من هذه. ما زال عندنا البعض تجده يعيش 70 سنة في المهجر لكن يفكر بعقلية بلداننا المنغلقة والتي تخاف المعلومة والتي تخاف المكاشفة والمصارحة. هذا جنرال هرب. شو راح نغطي ونسكت ليه؟ من يكون؟ لماذا هرب؟ كيف هرب؟ ماذا يمكن أن يكشف؟ ماذا لديه من معلومات؟ ما حقيقة قصة صراع الجنرالات؟ هذا أمر واقع. حسن من هولندا عن طريق الواتساب يقول نتساءل عن سبب غياب ما سماها دكاكين إعلام الجزائر عن قضية هروب ناصر الجن. مقالاتهم المصححة بالذكاء الاصطناعي غائبة، لا يجرؤون على الكتابة إلا بعد تلقي أوامر من النظام العسكري في الجزائر. والكلام طبعا لحسن من هولندا، هذا يعبر عن رأيه بالطبع. فاطمة من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا فاطمة، في أقل من دقيقة لو تكرمت. يا أخي ما نقدرش نتكلم على هذيك الجزء الأول تاع لا الجزء الثاني لو تكرمتي في أقل من دقيقة. ايوه لا الجنرالات تاعنا هذون ما فهمتهمش انا. ثبت ما سمعت ذيك اليوم عادي سمعت نقاش هكذا ولكن ما كنتش نعرف القضيه تطور لهذا الموضوع. وجنرالاتنا احنا في الجزائر كلهم عندهم الاموال في الخارج. اللي ضيق عليه زي الجنرالات تاع مصر اللي ضيق عليه هي الحق الاموال تاعو. طيب عندما يهرب جنرال بهذا الحجم ألا يعكس الامر بان الجنرالات المتحكمين في المشهد كما يقال ربما تصاعدت الخلافات بينهم وقد يكون الآن حالة الانفجار ربما مسألة وقت؟ ما كان هذه ما تكونش في الجزائر، ما تكونش حتى وهرب هذا ما تكونش هربوا قابلوا أوكران. ولكن الجنرالات تاعنا الموجودين راهم كل عندهم باطو هذا اسمها من السريع اللي يتقلق يخرج بالباطو تاعو. راهم هما اللي خرجوا في الناس الحراقه هذه تخرج الخارج وهما اللي خرجوا في الناس اسمها السريع. كاين الناس اللي عندهم هذيك الباطوات تاع المطاطيه هذيك عند الشعب يحكموهم يقبضوهم، بصح تاع الجنرالات ما يقبضوهم والواحد ما يقبضهم. لا اللي عندهم كل يسموهم السريع واللي يخلص 6000 اورو يخرج للخارج. فهمت؟ هو راه عنده هذا الشيء، هذا هو راه عنده تحت يده ومعارفه خارج في لحظته يخرجوا لاسبانيا يخرجوا لايطاليا وين حبوا يخرجوا. أشكرك فاطمة، شكرا لك فاطمة من فرنسا. عفاف من الجزائر تقول بأنه ضيفكم لا يقول الحقيقة. طيب اتصلي أنت واعطيني الحقيقة أو خليه نظامكم يتحدث ويعطينا الحقيقة. ضيفنا أنا قلت نقل المعلومات على لسان الصحافة الإسبانية وهي صحافة محترمة ومسؤولة وهي لا تتحدث عن شيء داخلي، يعني ما يعنيها أن حتى تقول أنه والله هناك جنرال بهذا الاسم هرب من الجزائر. يعني دعوكم من هذه، لا أدري أنا البعض ليش ما زال عايش في محمد من الجزائر يقول أولا الضيف ليس مصدر المعلومة. نعم الضيف يحلل ويتعاطى مع معلومة ذكرها الإعلام الفرنسي والإعلام الجزائري. يا جماعة الخير الضيف لم يقل أنا مصدر المعلومة.
طيب والله العظيم نعاني نحن في هذا العالم العربي من طريقة تفكير غريبة وعجيبة. رسالة من عبد السلام الإدريسي، هكذا وجدت الاسم، يقول: هروب ناصر الجن إلى إسبانيا أليم في المغرب. لا أدري ماذا يقصد. رسالتك والله ليست واضحة يا سيد عبد السلام الإدريسي للأسف. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام. عودة ميمونة أخي صالح. الله يبارك فيك. والله سمعنا كلام على أخي صالح، ولو حتى احنا نعرفوا بلي هذا اليوتيوب يقول نابورت كوا، يعني كيقولوا لنا أخي صالح كان له حادث مرور وتوفى، وفي الحقيقة أنا والله ويقسم ربي واليوم الجمعة لا بقيت في خاطرنا، بس عرفت بلي أكذوبة باسكو الزملاء ما قالوش هذا الكلام. يعني الإنسان كي يزعج واحد البلدان ولا يزعج واحد الناس يلصقوا فيه كل تلصيقة. أخ صالح شوفوا اش قالوا عليه. إن كان هذا الكلام صحيح ومفيد على هذا الهروب تاع هذا ناصر الجن، يعني كأخي صالح أنا نرفدها من واحد المنطق واحد آخر. هل هذه الجنرالات في وقت بوتفليقة كانوا يحاسبوهم؟ ما كناش نسمعوا بهم. اليوم كي نسمع أنا جنرال انحبس والجنرال هرب، يعني احنا في تطور انا على حسب ما نفهم انا، ولو حتى ما فرض على النظام، يعني كاين هي في خلل، ولكن راهم يحاسبوهم. هناك نعرف احنا نستناو من الحكومه الجزائريه تقول لنا علاش حكمتوه. يعني فيه اسرار احنا نسمعوها في هاك وهاك باللي كانت يعني هذه المخابرات، هذا الرجال تاع المخابرات كانت عندهم يعني علاقات مع الدول الخارجيه، وخاصه هذا راس الجن. هناك يبقى النظام الجزائري يعني كيوضح لنا في التلفزه الجزائريه ها واش تقال. طيب لماذا يلتزم النظام الجزائري برايك بالتكتم الى حد اللحظه، رغم ان الرجل يعني منذ 18 و19 يعني تمكن من الفرار، والصحافه الاسبانيه الان اكدت ذلك؟ انا اظن اخي صالح ولو على حسب التحاليل تاعي الملف لم يغلق، واحنا نستناو باسكو هذه قضيه كبيره. رئيس يهرب لاسبانيا ويقبضوه، يعني كحنا يبينوا لنا هذا الانسان، وهذا الانسان كما قال الاخ عربي زيتون راه معروف هذا في التسعينات واش دار، وراه هرب لاسبانيا وعاودوا رجعوه، والنظام الجزائري ذكي، هذاك الرجوع اللي رجعوه عارفينه باللي يعاودوا يحاسبوه. هذا الانسان يا اخي صالح. لا شكرا لك احمد. على كل حال هو عندما عاد لم يعد للمحاسبه، هو عاد لان الدوائر القريبه منه انتصرت في الصراع ضد قايد صالح، فعاد وتولى كما قال ضيفنا مركز عنتر للتعديل ثم رئيس الاستخبارات، لكن الآن عادوا وانقلبوا عليك. شكرا لك أحمد. على كل حال محمد من الجزائر. يا صالح أهلا بك. هذه المخابرات، هذا المركز عنتر هذا اللي يهضروا عليه، هذا غرسة هذه يقول، هذه غرسة هذه يقول. أنا كي نقول لك العسكر حاشاه بصح المخابرات هذه غرس هذه يقول. وهذه الجنرالات من الطائفة الأمازيغية، هذه الجنرالات اللي كانوا يشوشوا على الشعب ويشوشوا على العسكر ويشوشوا على الرئيس. لا دعني من هذه الطائفية ولا علاقة لها، لا داعي لإثارتها في الجزائر. شكرا لك محمد، أشكرك. القصة هذه لا يتناولها أحد، يعني لا أمازيغي ولا عربي ولا حدا يشير إلى ذلك. نحن ما يعنينا هو المرتبة العسكرية الآن، ولماذا هرب هذا الرجل، ماذا يمثل، ما هو حجمه، ما هي القضايا التي تحيط به، هل يمكن أن يكشف أشياء خطيرة على الداخل الجزائري وحول العشرية السوداء. هذه أسئلة كثيرة، دعنا من الكلام الزايد. يعني عز الدين مساء الخير. السلام عليكم سي صالح. وعليك السلام. جمعة مبروكة إن شاء الله. طبعا. أما يا أخ صالح، هذا نقولوا هذا الجنرال المدعى عبد القادر الحداد والمسمى بناصر الجن، هذا عنده تاريخ كله دموي. كان من أول المنتسبين إلى كتيبة الموت للجنرال كامل عبد الرحيم، وكان المهمة تاعه أنه كان يصفي الضباط الأحرار في التسعينات، وبعدها كمل قول الجرائم تاعه مع المدنيين. أما في وقت بون جابوا حطوا على رئاسة المخابرات الداخلية، وحط المخابرات الخارجية جبار مهنا كذلك
ذلك السفاح. اما الفضيحه تاع نقولوا هذا الجنرال هو انه عنده معلومات تخص التطبيع مع الكيان، لانه كان هذا الجنرال هو من منع الاعانات تاع نقولوا تاع جمعيه البركه المعروفه، جمعيه البركه الجزائريه اللي كانت تقدم اعانات لغزه. فجاء هذا الجنرال باوامر من الرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون انه قطع، وهذا بعد التهديد الذي قامت به السفيره الامريكيه في الجزائر، ورفعت تقرير الى الخارجيه الامريكيه وقالت لهم بانه وجاء انذار الى الدوله الجزائريه بانها تحبس هذه نقولوا الاعانات اللي تقوم بها جمعيه البركه. وهذا يعرف اسرار كبيره عن نقولوا على التطبيع. واما ظهور الجنرال توفيق لا زال عنده عقليه الصغار كما نحن، لا زال وفيا لفلسطين. شكرا لك عز الدين، اشكرك عز الدين، شكرا لك. يعني دائما انا استقبل اي معلومه يعني يعرضها المشارك بتحفظ، لانه في النهايه لا توجد الحقيقه اشياء مثبته ومؤكده، كل يعبر عن رايه وماذا يمتلك من معلومات.